لنشاهد ماذا يعطي احتراق الشمعة. سوف نأخذ أنبوب نظيف، نمسك الأنبوب بهذه الطريقة أمام الشمعة، ثم سوف نسكب ماء الجير. هذا هو ماء الجير، نسكبه داخل الأنبوب. نغلق الأنبوب جيدا ونحرك. نلاحظ هنا بأن الماء الجير قد تعكر. تعكر ماء الجير أي أن احتراق الشمعة يعطي ثاني أكسيد الكربون، وهو الذي عكر ماء الجير. البلور أصبح ضبابي. قطرات الماء داخل الكاس. عنصر الكربون، الدخان الأسود أو هباب الفحم الذي يلتصق تحت الأواني عند الطبخ. إذن احتراق الشمعة هو احتراق غير تام، يعطي ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير، بخار الماء والكربون، 3 عناصر.